السلام عليكم، صباح مساء الخير حسب التوقيت اللي قاعد نشوف المقطع. أبشركم خلصنا كتاب، وخلوني أقول لكم ما زلنا في تحدي أبجدية الكتب مع رن، وإحنا في كتاب بيع حرف التاء. وخلص الفلوج أخذت في قراءتي كتاب 3 ساعات. إيش اسم الكتاب؟ اسمه تأملات كاتب لربيع. اسم عائلته صعب فاعذروني ما قدرت أنطقه، من الدار العصرية. اشتريته من الفرات، الطبعة 2010. عن ايش يتكلم الكتاب؟ مجموعة من المقالات تكلمت عن الكتابة، عن الأدب، عن الرواية، عن المرأة، عن اللغة العربية، وعن الكتابة وفن التأليف. خلونا نتفق انه في مقولات اقتبستها، لانه في مقولات عجبتني: فن التأليف، فن الكتابة، ونبرته الأدب جميلة جدا، وأسلوبه ولغته شيء رائع، شيء عنده لغة وأسلوب شيء ساحر، شيء بديع. هذا الشيء ما راح نختلف عليه. طريقته في الشرح في الوصف ممتعة وجميلة، وأخذت ترشيحات من عنده. وفي مقال كان يتكلم فيه عن كيف ومتى نقرأ، وفي نصيحة جميلة ترى قالها للقراء، انه اذا ما عجبك الكتاب لا تكمل، ترى انت مو مجبر، الحياة قصيرة، اقصر من نخلص كل الكتب. فهذا الشيء مرة جميل وعجبني. تقييم الكتاب، شوفوا يا جماعة، انا اول ما بدأت كنت معطيته 4.5 من 5، راح التقييم الى 1 من 5. حتسألوني ليش؟ اول شيء يعني حط كتاب الاغاني في الموضوع، انا ما ادري ليش، وتكلم عن كتاب في سب لشخص ما، أنا برضو ما أدري ليش. دخل الصوفية في الموضوع، برضو أنا مو فاهمة ليش. أتكلم عن المرأة بطريقة سيئة، برضو ماني فاهمة ليش، بشكل غير منطقي. وبرضو قال عنها نفس النظرة اللي أنتم تعرفوها للمرأة، أنه هي المفروض منها تكون في البيت، تكون منها غير يعني ما تكون فاعلة في المجتمع. واستنكر على بنت على فدوى في سيرتها الذاتية لما قالت كيف الوعد اللي قاعد يصير بنات في عصر الحديث، وكيف انه البنت الان تبغى حقها البسيط في الانتاج في المجتمع، في انها يعني تكتب تنشر بالحدود اللي سمح لها بها الشرع. هي ما يعني خلينا نقول انه البنت الان تطالب، انا كبنت الان اطالب بالعدل، لا اطالب بالمساواة بين الاثنين، فرق كبير. نطالب بالعدل، هذه هي الفكرة. بس تنكر عليها انها تطالب بحقها وانها تطالب بالعدل، وحط مقالها كامل كنوع من استنكار الشجب، وهذا شيء غير مقبول الصراحة. يعني توقعت كاتب زيه وقضى عمره وهو يقرأ والكتاب مفروض ماخذ هذه الطبعة الثالثة ما يتكلم بهذه الطريقة عن المرأة. لكن المضحك والغريب انه هذا الشيء موجود للأسف عند كتاب العرب. يعني إلى الآن أغلب الكتاب العرب اللي قرأت لهم عندهم نفس النظرة، مهما كان مثقف ومتعلم عنده نفس النظرة. فيعني حلو، إلى الآن ما شاء الله اختياراتي بديعة، وإلى الآن اختياراتي غير موفقة الصراحة. يا الكتاب يكون متوسط زي ما شفت كتاب، أو كتاب اختيار سيء زي اليوم. حرف الثاء زي ما قلت لكم ما أدري إيش حقرأ، بس الكتاب حيكون إلكتروني، أنا ما عندي كتاب ورقي بحرف الثاء. التجربة في وثبة جدا جميلة. طبعا أنا طلبت شاي أخضر وكيكة ليمون، حسابي 24 ريال، وحساب مناسب صراحة لي طلب زي كذا، مني أنا من محبين الشاي ومحبين لست ومحبين القهوة. التجربة جميلة. هل أنصحكم تزوروا وثبة؟ طبعا أنصحكم تزوروا وثبة. بالنسبة لكتاب الجلاد تحت جلدك، أنا خلصت الكتاب. ليش ما نزلت لكم إياه؟ لأنه ما أعطاني حل، هو أعطى بس خارطة الطريق، وأنا من الناس الفاشلة في قراءة الخرائط طول عمري، من وأنا صغيرة ما أعرف أقرأ خرائط، فعشان كذا ما أفاني الكتاب في دي الناحية، وما أعطاني حل المشكلة. هذا خلاني أحذف الفلوج وأرجع أصور الفلوج مرة تانية. صحيح الكتاب سيء، بس يشفع له إنه أعطاني ترشيح، وفي النهاية يشفع له إنه كان سبب في إني أقضي وقت لطيف في هذا المكان. طبعا ما راح تكون الزيارة الثانية، حتكون إن شاء الله في زيارات غيرها بإذن الله. هل أنصحكم تزوروا وثبة؟ أكيد أنصحكم تزوروا وثبة. آراءكم تعليقاتكم تهمني، قولوا لي هل قرأتوا في وثبة أو في مقاهي قراءة أخرى؟ إيش قرأتوا في حرف الألف وحرف الباء في أبجدية الكتب معاً؟ خلونا نشارك الآراء على إنستغرام وتعليقات يوتيوب، وتركوا لي إيش قرأتوا.
زي ما قلت لكم غشوني الحرف الثاء. حرف الجيم لسه ما عندي لي صراحة شيء الحرف الجيم، فحشوف الكتب الورقية عندي واشوف اذا عندي شيء حرف الجيم ولا لا. اذا ما عندي شيء حرف الجيم في الكتب الورقية برضه حروح للكتب الالكترونية عندي. الصوتي ما عندي شيء، فاحنا نبحث عن كتب صوتية جديدة. آراءكم تعليقاتكم تهمني، قولوا لي هل عجبتكم الفكرة؟ هل أنتم متحمسين؟ هل قاعدين تشاركوا معي في التحدي ولا لا؟ ويعني أنا مرة ممتنة للناس اللي تركوا لي تعليقات على رواية روح مكتظة بالغائبين، مع إنه الرواية لسه ما تعجبني، بس شكرا اللي تركوا لي تعليقات على رواية دكتور إيهاب عواد. صراحة هي من الروايات العظيمة اللي تستحق. اللي تركوا لي برضو تعليقات على لأنني أحبك لقيوم ميسو، رواية تستحق، عظيمة جدا الرواية وفكرتها مرة عظيمة، فشكرا. مع إنه هذه الأشياء نزلتها أنا من زمان. وحتى يتركوا لي تعليقات في بداية القناة، مع إنه والله تصوير بداية القناة مرة كان سيء وحالته مزرية، فلسه شكرا، لسه شكرا على المتفاعلين، لسه شكرا إنه مع إنه لي 4 شهور موقفة، أنتم ما شاء الله عليكم لسه تتفاعلوا، تحطوا تعليقات، تحطوا إعجابات، شكرا يعني، شكرا الدعم، شكرا التفاعل، أنا مرة أقدر هذا الشيء. أراكم تعليقاتكم تمني. أنا عارفة إني طولت عليكم في الفلوج، بس والله العظيم أنا ما يعني أنا ممتنة، في ناس رايحين لسه قاعد تتابع، وفي ناس قاعد تدعم، لسه في ناس قاعد تشجع، شكرا ليكم. فترقبوني مع حرف الثاء، عاد ما ندري ايش راح يكون الكتاب، فترقبوني إن شاء الله في نقاشنا عن حرف الثاء وحرف الجيم. غالبا لا، ارجع لكم حرف الجيم، يعني اتوقع عندي حرف الجيم كتاب الكتروني او الحاء، ارجع لكم يا حرف الجيم او الحاء. واعطوني طبعا ترشيحاتكم حرف الجيم او الحاء، اذا عندكم ترشيحات نستفيد من بعض. وايش قرأتوا برضو كتب في الحروف السابقة، وهل عجبتكم او لا؟ القاكم ان شاء الله في مقطع قادم. معليش واضح اني من زمان ما صورت فنسيت كيف اصور. يلا نشوفكم في مقطع جاي، في امان الله، الى اللقاء.